هنا اليوم الأول للهجرة. طبعا قبل اليوم الأول كان في مكة قبل الإسلام. هذا هي مكة قبل الهجرة، وهنا كان في دار الندوة. وبعدين نبدأ بأول يوم للهجرة وسرد للقصص يعني والأماكن اللي حدثت فيها. هذه خيمة أم معبد. أم معبد تحدثت عن الرسول، وهذه الخيمة حقتها. هذه طبعا هنا وصف أم معبد. اشتهرت وصفها للرسول صلى الله عليه وسلم، وصف يعني مرة جميل، ويتم أداء هذا الوصف في شكل تمثيلي تؤدي هذه الممثلة بهذا الشكل. وفي خيمة هذه فسموها خيمة أم معبد اللي مر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعدين هي وصفت الرسول بأجمل الصفات. طبعا هنا مطاردة السراقة، طارد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما بشروا بسواري كسرى الرسول صلى الله عليه وسلم بشره. وهنا اليوم الثالث. تنوعت المناظر الطبيعية التي مر بها الركب النبوي خلال مسيرة اليوم الثالث. امتازت بجمالها، ومن أجملها جبل المليساء. جبل المليساء الذي يتميز بسطحه الأملس. هذا اليوم الرابع. بدأ الركب النبوي المسير في هذا اليوم من وادي لقف مرورا بمدلجة لقف، قاطعين وادي مجاج، ثم سلوكا في مرجح مجاح، ثم مرجح ذي العصوين، ثم سلوك. ويصف طبعا المسلك الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. صور لهذه الأماكن اللي سلك فيها أو عبر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وبارك عليك. هذه الفنانة مسوية خريطة ذاكرة الهجرة. عائشة أمجد، لندن في 2021. ألوان مائية على ورق غاسلي مصنوع يدويا، وأحبار من قشرة الذهب 24 قيراط، متحف إثراء. هذه كلها مناظر من الصحراء، الأماكن اللي مشى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا اليوم الخامس. هذا اليوم من الرحلة تمركزت أحداثه حول عبور الركب النبوي لوادي القاحة، مرورا ببئر الطلوق، ووصولا لقرية ووادي العرج. برضو يصف هنا ويسمي الأماكن اللي مر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا بيتر ساندرز صور هذه الصور من نفس المناطق أو الصحراء أو اللي مشى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه أيضا أماكن. وناقة النبي اللي صار فيها طبعا انتقل فيها من مكة إلى هاجر فيها من مكة إلى المدينة. القصواء اسمها. هنا places of overnight stay during هجرة، الأماكن اللي بات فيها في الليل. هي باللون الأزرق. هذه الأماكن اللي ينام فيها الرسول عليه الصلاة والسلام في الليل. والأحمر الهجرة روت، والأصفر درب الأنبياء، طريق القوافل التجارية. هذا الأصفر طريق القوافل. وهذا الأحمر طريق الهجرة النبوية. هنا مرشد جالس يوصف مجموعة من الأجانب، يوصف لهم ترجمة. وهذه لبعض الصخور
يقول لك فلا يمر صلى الله عليه وسلم بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله. حتى الحجر والشجر كان يسلم عليه. هذا اليوم السادس لتعويض الوقت الضائع لم يستمر الركب النبوي في اتباع الطريق المخطط للرحلة، حيث سلكوا بدلا من ذلك طريقا أقصى بعد العرش عبر الركوب، وهو جبل يقع بين جبال قدس وجبال ورقان. وهنا يحدد لنا places of overnight، النوم والطريق اللي مشى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى المدينة بهذا الطريق. وهذه مناظر من جمال الصحراء والطبيعة. القرآن سبحان الله ذكر هنا الهجرة، وتقدم الآيات التي ذكرت تفاصيل الهجرة تذكيرا مستمرا بأن هذه الأحداث هي جزء مهم من الهوية الإسلامية، إذ تحمل أهمية خاصة للمجتمع المسلمي. فالتقويم الإسلامي يبدأ من حدث الهجرة التاريخي. وكذا انتهينا من المعرض. نرجع أدراجنا. كمان المتحف الوطني مرة جميل، أماكن جميلة في الخارج.